انا مش عارف، دي اول مره اشوفها الخضره دي. وده انا عارف ان هو خيار، نوع من الخيار ده ونوع من الخيار. نو نو. ده مانجا غريب، انا اشوفه ده العملاق الدوريان ده كذا نوع. اهلا اهلا اهلا. النهارده احنا هنروح دايما بره بقى كده. النهارده هنروح جولة سريعة كده نشوف فيها زي الاكلات الشعبية، عشان انا وانا رايح اول امبارح الغابة لقيت في واحد بيبيع اكلات كده عاملين كأن بيض، كرات بيض كده جواها مع دقيق، كرات بيض مع دقيق وجواها لحمة او فراخ. فانا هروح اشوف ايه نظام الحاجات دي. دقتها كانت حلوة، هي كانت مزيتة بسيط بس كانت حلوة، ما فيهاش اي خطر، وهو محل يعني مش واحد بائع جائد. فهنشوف ايه نظامه هناك. الواحد بقى بيرهق شويه، مش عارف ليه كده. في هنا اسمه ايه ده، نودلز صينيه ورايا هنا. بصراحه هسيب الحركات دي. لو انا رحت مكان تاني هتلاقي حاجات الصيني كتير هناك، يعني في فيتنام حاجات الصيني كتير. فخلينا فلما نيجي فيتنام ايه نشوف حاجه فيتنام. انا عايز اقول لكم ثانيه اوريكم بقى الطريق. كنت عايز اقول لكم ايه، هنا في كمان فواكه انا مش عارف هعدي عليها ولا لا، بس انا ممكن اعدي عليها يعني، عشان انا كده عملت ليست. هبقى افتحها معاكم عشان اقرا اسماء الفواكه دي منها تاني، عشان الفواكه دي مش عندنا فانا مش فاكر الاسماء قوي، فنشوفها مع بعض. الفواكه دي منها نوع من الموز. عايز اقول لكم اللي هو عندهم انا شفت تقريبا ده في السودان، بس في نوع كده من الموز بيبقى عملاق، مش يعني احجامنا بالنسبه له اللي هي الموز بتاعنا صغير، بس ده طلع ما بيتاكلش فواكه. هنا بقى بيعملوه ايه، بيعملوه سناكس، بيقطعوه ويحطوه في الزيت وبيبقى سناك حلو قوي. فهنشوفه مع بعض لو جه في طريقنا هوريهولكوا، عشان برضو تشوفوا الفرق في شكله وفي حجمه. هو طبعا اللي انا اكتشفته يعني والله اعلم انه مش حلو انك تاكله لوحده، يعني من غير ما تطبخه، لانه بيكون فيه نشا كتير وطعمه نفسه مش بالحلاوة بتاع الموز اللي احنا عارفينه اصلا، فمش افضل شيء يعني تجربه لوحده. فهنشوف في وجبات بيعملوها بس انا ما شفتهاش هنا، وده بيكون ساعات غلط مني. ليه؟ لان ممكن يكون الشخص قدامي بيبيع الحاجه اللي انا شفتها دي، بس انا ما خدتش بالي منه، انتوا فاهمين؟ ف فهي دي مشكله، لان الواحد ساعات ما بيركزش قوي لانه مش عارف الحاجه اصلا، اللي هو ما بيشوفهاش اصلا. انا عايز اوريكم كمان في هنا محلات بيع بالجمله، اسمه ايه ده، عجل وموتوسيكلات، موجودين على طول الطريق هنا. شوفوا عند طول الطريق هنا وطول الطريق هنا برضو بيبيعوا العجل والموتوسيكلات والحركات، سواء كهربية او مش كهربية، بيبقوا حلوين برضو اوي هنا. انا بصراحة ما اعرفش هما بيأجروا العجل ولا لا، بس اللي انا عارفه انه بيبيعوه، وعندهم انواع كده. ده بالنسبة لهم صغير كمان، بس انا عايز اوريكم ان هو الكهربي ده بيكون حجمه نفسه صغير، غير شكل الفيسبا اللي احنا عارفينها اصلا. كل الحاجات دي اغلبها كهرباء، بس ده عجل عادي. وهنا اصلا في كمية، ده شارع اصلا بتاع الالعاب الجملة هنا، يعني لو حد فاتح له مصنع معرفش ايه هو بيجيب حاجته هنا على طول، بعد كده بيبيعوها بقى بالجملة. اظن الحاجات اللي من بره دي بيبيعوها فردي، بس هو اللي هنا ده بالجملة، لعب اطفال بالجملة. فده برضو نقطة مهمة تعرفها هنا. طبعا الواحد لازم يركز في العربيات والموتوسيكلات هنا، الموتوسيكلات بالذات انا بخاف منها فبخلي بالي من الطريق. طبعا الطريق هنا احسن يمكن مكان في اسيا، عشان اكون يعني صريح في الحتة دي، بس لا يعني بصراحة لا، في فيتنام مفيش مقارنة اصلا. انا بخاف اصلا وانا بعدي في اي حتة ايا يكن، حتى لو في اشارة بخاف.
لان الناس هناك ساعات بيبقوا عادي عندهم ثانيا ما بيعملوش كلاكس كمان، فانت ممكن تخبط وانت مش داري في حد. ويعني كان في واحد انا قلته كذا مره كان قريب مني، كان بيني وبينه مفيش خالص، حتى ما عملش كلاكس، فكانت حاجه مرعبه. الاتوبيسات دي بتبقى سياحيه زي ما انتم شايفين، بتبقى دورين كده، بتكون سياحيه. انا عايز اعدي مشكله الطريق دلوقتي ولازم استناهم اما يقفوا تقريبا. الاشاره مش عارف فين الصراحه. الاشاره هناك. احنا كده واقفين اصلا على خضار وده غلط، المفروض نقف هنا. طبعا كل الطريق ده محلات العاب زي ما قلت لكم، وتقريبا هيقفوا هنا وانا هعدي بقى. انا اكتشفت الراجل ده بالحظ وانا رايح الغابه، اللي هو اللي بيبيع الاكلات دي، بيبيع كذا حاجه. وعلى حظي انا جربت، عشان كان لازم اجرب، لان انا عارف انا ما كنتش عارف حجم الغابه. الحمد لله ما طلعتش، او انا ما رحتش ما تعمقتش فيها، فالحكايه ما كانتش خطر. بس عادي ممكن تبقى خطر. رجعوا الفيديو الغابه وشوفوا الحته اول ما انا خلاص طلعت السلالم، بتلاقي بقى مفيش سلالم ولا اي حاجه، انت مع نفسك، فلازم تكون معاك مرشد او حاجه عشان ما تتوهش. عشان حرفيا هما بيلفوا شرايط كده على الخشب بتاع الاشجار، شريط احمر بيكون واضح قوي او اصفر، الوان كلها قويه قوي عشان يبان اللون من بعيد، فانت تعرف انت رايح، انت جيت من هنا ما جيتش من هنا. الحاجات دي مهمه قوي لما هتوه. فانا بصراحه ما تعمقتش، بس قبلها انا قلت لازم اجيب اكل عشان انا مش عارف قد ايه. انا كنت فاكر انها ممكن الاقيها مثلا غابه كبيره او كده، فانا قلت لازم اجيب اكل. فانا ما كنتش عارف بقى فين الاكل، فكان ورايا في واحد جربت بقى منه وصورتها في اول الفيديو خالص بتاع الغابه ده. بصراحه كان افضل اختيار عملته، لان انا اكتشفت ان ليهم عندهم اكل برضو كتير حلو الواحد ما بيجربوش. طبعا هو انا برضو ممكن اعدي على سوق عندهم كبير طبعا، اهي الفاكهه اللي انا بقول لكم عليها، بس هنا ده محل. بس هنشوف بقى ممكن نعدي على السوق ده. انا مش عارف اصل هم عندهم يا جماعه هنا مواعيد مختلفه. يعني ايه مثلا؟ يعني هنا مثلا بيبيعوا هاي كوبي من كوتشيات ولبس وحاجات كده حلو جدا هنا، بس بيفتحوها بالليل بس. ده بيبيع موز اهو، بس ده موز صغير خالص بقى، اصغر من بتاعنا كمان. ثانية اقرب لكم عشان اوريكم. الموز ده كمان قد صباعك الصغير، حاجة كده مفيش خالص، بس بيكون محلون. ده عادي ممكن تاكله زي ما هو كده. اما اللي انا قلت لك عليه ده هتلاقيه بيبيعوه اكياس كده شيبس، وساعات كمان بيكونوا حاطين ملح عليه، فالواحد لازم يركز. انا الحمد لله انا برضو قريت قبليها معلومات عنه، لان كنت هجيبه حرميه، لان هو ما بيتاكلش حاف كده اللي هو من غير ما يتطبخ. دي اسعار حاجات هنا. بصوا هنا كل 4 رينجت $1، فانت تحسب بقى ده هيبقى كام، واحسبها بعد كده عند بلدك انت بكام. هل الاسعار كده قريبه من بلدك؟ يبقى قولي في الكومنتات لو الاسعار عندك بتكون حاجه دي بكام. يعني انا مثلا عندي دي في حدود كام؟ انا عندي ال50 بكام؟ 500 حاجة زي كده، 25 ب250. فيعني الشنطة دي بتاع مش الظهر، دي بتاع البطن زي اللي انا لابسها دي 50. فميك سنس عندنا تقريبا كده برضو. وبيبيعوا بقى اللبس، وبيبيعوا اهو يعني هنا هتلاقي بيبيعوا برضو لبس، بيبيعوا كل حاجة انت عايزها. على فكرة انا ما كنتش بعدي هنا بسبب ان انا كنت بمشي هناك دايما، ما كنتش بعدي هنا. بس عندهم هنا بتلاقيه مكان، شوف بالجملة، مكان كبير مش صغير. و لقيت ان عادي ممكن تفاصل معاهم، بس مش بيزودوا قوي، بسبب ان عندهم 100 واحد غيره، فانت ببساطة ممكن تسيبه وتروح لغيره، فاهمين؟
فما بيزودوش قوي في التمن. هو ده على فكرة الراجل تقريبا اللي احنا هنروح له، اللي قدامنا على طول ده. انا هجيب منه قطعة واحدة، وممكن لو رحنا السوق ده، بس انا المشكلة مش عارف السوق ده ممكن بيبيعوا فيه بايه. انا خايف يعني انا عايز اقول لكم انا جبت فاكهة اول ما جيت كانت معلبة، كانت ب6 رينجت حاجة كده، 7 رينجت، فانا جبتها قلت اجربها. طعمها مش حكاية وحش، غريب بالنسبة لي، انا مش متعود عليها. فبصراحة هو محلو انه كله بس غريب، فسبتها من ساعتها. عايز ارميها اصلا، هي ما باظتش، هي ما بيتجففوها. فانا مش عارف هل ده اصلا طعمها الطبيعي ولا مش الطبيعي اصلا. انا عايز اعدي، ربنا يستر بقى. عدي عدي عدي. اهو شايفين الاكياس دي، هي دي الموز اللي هو اللي انا بقول لكم عليه، بيبيعوها في كل حته هنا. هو فين المطعم اللي انا كنت شفته؟ كان في مطعم هنا، راح فين؟ انا كنت كان موجود تقريبا، هو اللي موجود ورا المبنى ده. هنا موتوسيكلات ساعات. هو ده اللي انا جربته؟ لا، ده مكان تاني بس بيبيعوا نفس الحاجة تقريبا، فهي لا، ده مكان تاني الصراحة. مش عارف بقى هل ارجع. ممكن ارجع الحتة دي، ممكن الاقيه هناك. هو فعلا هناك، لان انا فاكر ان انا كنت عديت المكان ده. وخلي بالكم، شايفين المكان ده؟ ده مكان اللي انتوا بتستنوا فيه الباصات دي، مش بيبقى موقف. اصل انا حصلت معايا الحركه دي لما كنت بشوف الاب نفسه بيقول لي ده موقف ايه، اتوبيسات. فانا اول ما جيت قعدت الف وادور حوالين المكان، على امل ان انا فاكر ان شكل الاتوبيسات زينا، اللي هو بيكون واقفين موقف وفي اتوبيسات بتاخد بقى الاتوبيس اللي رايح وتمشي. لا، طلع غلط. ده انت بتقعد هنا تستنى الاتوبيس، اول ما بيجي بتركبه وبتمشي. والمشكله ان الاتوبيسات دي انا ما كنتش فاهم ساعتها بتروح فين يعني عندهم لونين كده من الاتوبيسات. ده الاكلات الشعبيه برضو، بس انا بصراحه مش عارف عندي. هو تقريبا ده نفس اللي انا هجيبه، هو ده تقريبا اللي انا جبته المره اللي فاتت. انا ممكن اجيب واحده. تعالوا نجربه من هنا. تعالوا نجرب الحركات دي. خلي بالكم يكون معاكم فكة، عشان ساعات كتير ما بيكونش اكيد مش بدم باع، يعني بيبيع هنا مش بياخد الكريدت ولا حاجة. يا رب يكون فهمني بقى، عشان ايه ده؟ تصدق بياخد كريدت عادي. هعملها هنا، انا لسه مش واخد بالي ده دلوقتي. في التاني لا تقريبا. فيعني خلي معاك دايما كاش. this is chicken. No chicken. Meatball. Pork. Beef. Beef. Okay, one of this. Ada kan? One. تعالوا نجرب واحدة. And this is what? Vegetable. Sweet? No sweet. No sweet. Beef and One. Just then? this. 3 ringgit. Yeah. Tomato sauce. No. 3 ringgit. Yeah. Kalau ada, boleh. Air ni. Air ini nanti yang pink. انا مش عارف ده ايه كمان، بس مش هجرب اكتر من كده عشان اول مرة اجرب الولد ده. فتعالوا نشوف ايه ده. Ada cikgunya kan? انا مش عارف هو ده عبارة عن ايه. لبن بفراولة بمية.
الله. انا اجيب الدنيا. احنا كده هنروح بس نشوف السوق، مش عارف بقى هجيب منه حاجات ولا لا. هو عايز تقريبا ده 3 3. Tiga ringgit. bulan berdua ya. ثانك يو. انا اول مره اجيب على فكره من واحد كده في الشارع، بس انا ضامنه شويه والله اعلم. انا كنت بجيب من المحل اللي هناك، بس انا لقيت ده قدامي فانا قلت ايه الفرق يعني، فخلاص هي. انا بس ممكن اروح معاكم هنا. تعالوا نعدي يا عم من هنا، مش لازم الف اللفه دي كلها. في هنا المفروض سوق، وفي هناك سوق بس بيفتح قلتلكوا بالليل. فبرضه نشوفه. انا مش عارف، انا ممكن ارجع اخد العصير الغريب بتاعه ده، حاطين فيه لونه بامبا كده، بقولكم مش عارف هو ده، مش فراولة اكيد، هو حاجة محطوط معاها كمية لبن قليلة، ومش عارف، عايز اركز احسن اتخبط عشان انا ما بكونش شايف ورايا، وهو بيكونوا ماشيين مأمنين انك مش هتيجي يمين شمال. هنا الاماكن دي كلها بتفتح بالليل بقى، بتلاقيهم بيبيعوا برضو حاجات تحفة، بس انت تركز انت بتجيب ايه، عشان ساعات الحاجات دي بتكون مستعملة، فانت تركز. احنا هندخل، بس انا هحاول ان انا اوجز في الموضوع شوية. انا جيت هنا قبل كده، ممكن يبقى زحمة شوية عشان دلوقتي الصبح، فانا مش عارف هديكوا جولة سريعة ولا هضطر اوقف. انا مش عارف هعرف اوقف هنا واقول لكم اسماء الحاجات ولا لا. هو دي في حاجات احنا عارفينها، زي هنا كمثرى وبرتقان والدراجون فروت احنا عارفينها، والتفاح والحركات دي. انا ممكن اجرب بتاع ده، بيسموه تعبان حاجة، وهنا ده الافوكادو اللي معروف اهو. الموز بقولكوا فيه هنا، انا عايز اجيب الموز اللي هو النوع اللي احنا ما شفناهوش، وده برضو بيقولوا حلو قوي، وده زيتون بس ريحته صعبة قوي دلوقتي. ده بيبيعوا مانجا هنا. مفيش الموز اللي هو ده تقريبا. شايفين بقى حجمه عملاق ازاي؟ شوف الفرق بين ده وده، ده بتاعنا العادي، ده بتاعهم. ممكن وانا ماشي اجيب العنب ده بيكون اكبر من العنب بتاعنا، بس انا هاخد الجولة سريعة كده معاكم، وبعد كده ممكن ابقى ارجع. ده برضه عايز اجربه، بس خايف يكون طعمه غريب. شكلها مانجا غريبة. انا شوفوا ده العملاق الدوريان ده كذا نوع. انا جربت معاكم قبل كده نوع بس كان مختلف عن ده. ده طبعا ممنوع ادخل بيه اصلا الاوتيل، دايما يموت فيها اصلا. كل ما انا وهو وكله مكان بتبقى ريحته صعبة قوي. وعندهم خضار عادي برضو زينا، بس طبعا كل الحاجات دي بيعملوها بطريقة غيرنا. خلي بالك من الحتة دي، يعني انت ممكن، هو ده اللي انا كنت جربته، بس ده نوع تاني بصراحة مش فاكر الاسماء قوي، بس انا اكتشفت ان هو كذا نوع من الدوريان، وده من نفس التصنيف، بس هو مش دوريان، فاهمين؟ هنا ريحته صعبة قوي، بيكونوا مجففين السمك وبيبيعوه. الطماطم دي صفرا قوي، مش قصدي صفرا ان هي صفة فيها وحشة، بس الوصفة. وبيبيعوا هنا. انا ملاحظ ان سعر 8 ده هو او من 7 ل 8 في كيلو، منتشر قوي هنا، بيعيد نفسه كتير. انا كده دخلت منطقة الخضار، هتجد ده خضار عادي، احنا عندنا خضار عادي. دي البابايا وحركات تانية برضو. ده منطقة الخضار. احنا المفروض بقى نلف الناحية التانية ونشوف ايه الدنيا. وانا شكلي يوم ما هجيب، انا عمري ما عرفت ده ايه، تقريبا صدقوا البابايا، بس انا ما اعرفش هي بتتاكل ازاي اصلا. انا كنت عايز اجيبها عشان
حلو قوي بذرها وكده. انا اصلا لو لاحظتوا يعني في فيديوهاتي بحب شويه حاجات عموما الحيوانات والاسماك والزراعه والحاجات دي برضو من هواياتي. بس ايه، بس مش عارف طعمها عامل ازاي البابايا دي. هي دي، وشوف ده حجمه صغير قد ايه، ده صباعي وده هو حجمه قد صباعي. في انواع تانية بيبقى حجمها زي ما وريتكم مش طبيعي. وثانيا كمان في اكبر من اللي هنا دول كانوا بيبيعوه اخضر، في اصفر، وهنا مش عارف ده بسلة ولا ده ايه، معرفتوش لغاية دلوقتي. هي دي برضو بابايا. ممكن في كذا نوع منها برضو انا معرفش. وعلى فكره بقول لكم الحاجات دي ممكن تجد انك يعني موز زي ما انا قلت لكم موز كده بس ما بيتاكلش. ممكن تلاقي هنا زي مثلا قرع العسل بس هو مش محلون او ما بيتاكلش برضو من اللي احنا عارفينه ده. فخلي بالك احسن تتدبس في حاجه برضو. انا مش عارف، دي اول مره اشوفها الخضره دي. وده انا عارف ان هو خيار، نوع من الخيار ده ونوع من الخيار، بس انا معرفش اللي فاتت دي كانت ايه. وعموما المنطقة دي كلها بتاعة خضار، بدأنا نطلع منها اهو ونروح للفاكهة. ايه ده، تصدقوا اللي ملفوفة دي ما هي مانجا برضو؟ اللي ملفوفة انا افتكرتها هي البابايا بس مكتوب مانجا. هي مانجا ازاي معرفش. واناناس. ايه ده، الاناناس هنا رخيص بس انا هقطعه ازاي ده؟ هنا الناس بيتلموا عليها كتير بس هي مش كاتبه اسعار. شكلها موثوقه في المكان ده. ايه ده، فبيجيبوا منها. وده العنب اللي انا عايز اجربه. ممكن اجيب طبق برضو ولا اجيب حاسب نوقع الدنيا. وطبعا هنا مش ماشي باي حاجه غير الفلوس اللي على طول معاك. بيكونوا عاملين اب هنا ساعات. انا بخاف قوي من كحتهم دي الصراحه، مع احترامي. حاسبني عليها ب5. ما ظبطنيش، حاسس ان هو ما ظبطنيش. دي اللي انا كنت جربتها بس ريحتها بتقلب قويه قوي، فانا مش عارف اجيبها ولا لا. ممكن اجيب حته بطيخه بس انا عايز اعرف بيبيعها بكام. في ايه اللي علق هناك ده؟ حد بيحاول يزغرب بس مش عارف. Yeah, boss. How much? 1 kilo 4 ringgit. 4? 1 kilo. 1 kilo 4 ringgit. How much? 5? 6 ringgit lah. 5. 5 ringgit 50 sen lah. Alright. 6 ringgit lah give me. Yeah. Kawan mah. Friend. هيوداني دي تقريبا ب5 أو 6. هديه 10 واشوف هيعمل ايه. Okay. Yeah. Okay, boss. You from? Egypt. يا رب ما يكونش بيشتغلني، عشان لو بيشتغلني هيبان في البتاع ده. Okay, boss. Thank you. Thank you. Okay. باعهاني ب6 برضو، مش مشكلة. انا كده احنا حلو قوي. نمشي بقى عشان هنا ايه، الواحد هيفلس. هيقعد يجيب ده وده وده. بس تصدق انا مش ذكي. المفروض اجيب
اجيب من ده. تعالى نجيب هاف كيلو. هاف كيلو. هجيب نص كيلو من ده واشوف هيعمل ايه، لان انا مش عارف ممكن في الاخر ارميه اصلا، يعني لو طعمه مش عاجبني. وانا المفروض كنت اجيب ده على كذا يوم مختلف ولا ايه، ما اعرفش، بس ادينا اتدبسنا. Thank you. How much this? 5 half kilo. ده بيكون لا هيختار لي هنا. بس المشكلة بقى هل الفكة هتكفي معايا؟ ثانية يا جماعة نجيب له الفلوس. ثانك يو. فصل مني بس عادي. هنعدي بقى نشوف الدنيا فيها ايه. انا عايز اوريكم حجم الدوريان ده يا جماعه، شوف حجمه. صدقوا اللي انا جبته برضو ده دوريان، بس نوع تاني بصراحه، مش هجربه تاني، انا جربته مره فكفايه قوي. هو خلوا بالكم انا شجاع عليه وانا بجيب شويه، عشان الحاجات دي هتفضل معايا. ازاي هتفضل معايا بقى؟ يا نهار اسود، ده ريحته غاز اصلا. مش هجيبه، هو ده بتاع التعبان ده، بس انا ايه كفايه كده. هنجرب الحاجات دي اول ما نروح ونشوف ايه نظامها. كفايه الحركات دي. انا طبعا لو جبت الحاجات دي احنا عارفينها، سواء انت دلوقتي بتشوف الفيديو ده بالترجمه ولا بتشوفه بالعربي، فهي عايز اطلع بس النفس. طلعنا بأمان. يا ترى هو ده الموز العملاق اللي انا عايز اوريه لكم؟ انا مش هشتري خلاص على كده، عشان انا ايه اتجنيت اصلا. قعدت اجيب مليون حاجه، يعني دي مش مليون حاجه قوي، بس انا الحمد لله انا عندي تلاجة، فعشان كده بقول لكم انا شجاع قوي وانا بجيب الحاجات. بس انا عايز اوريكم الفرق بين الاحجام، بين الموز اللي هما بيطبخوه ده واللي احنا عارفينه. شايفين حجمه؟ شايفين الفرق بين ده بتاعنا وده؟ هو كنت عايز اوريه لكم بسرعه يعني. انا كده خلاص اطلع من هنا على طول وارجع. هو ده السناك اللي بيعملوه من شايفين؟ هو ده، دي الحاجات اللي بيعملوها من الموز، ودي حاجات برضو تقريبا من الاسماك برضو. انا بدأت اعرق ليه؟ في ايه؟ انا دلوقتي عايز بس خلاص كده، بس كويس قوي كده. اتمنى يكون الفيديو. طبعا انتوا شايفين هنا كاتبين 5 رنجة على البنطلون ده، طبعا اعرف ان هو مستعمل، ده مش جديد. ما تلاقيه رخيص قوي، افهم هنا عندهم عادي فكرة المستعمل، وبيكون نظيف وبترتاح فيه. زي ما انت بتروح اوروبا بنجيب عادي منها حاجات للشتاء مستعملة، عشان لو انت جبت مثلا الجاكيت من البراند دي جديدة هتدفع ثمن وقدره. فمتعارف انك لما تروح اوروبا بتعمل ايه؟ بتشتري عادي المستعمل. فخلي بالك من الحته دي. انا هحاول الحته الثانيه، شنط وكياس. خلي بالكم هنا انتوا هتستخدموا الاكياس كتير قوي على فكره، اللي هي الاكياس دي او الاكياس اللي هوريها لكم دلوقتي. وهنا في شنط، في دباديب عملاقه اهو، دي هتستخدموها كتير. والاصح انت هتشتري دي، مش هتستحمل معاك. لا تصدق هستحمل، كنت فاكرها قماش طلعت بلاستيك، بس حلوه يعني. احنا عايزين نعدي. خدتوا بالكم الشرطه وقفوا هنا فجاه وبداوا يشوفوا الناس معاهم الرخص ولا لا؟ حركه تحت الحزام، لان اللي داخل هنا عارف ان هو مفيش اي حد هيقف هنا، فجاه يلاقي ده قدامه. حاجه مش الطف شيء خالص. معلش بقى انا بتنهد من الارهاق خلاص، اللي هو
مع اني مشيت قليل المره دي، اول مره على فكره امشي قليل معاكم. المكان مش بعيد عني، بس الجو والمشي والتقل الحاجات شويه بتخليك ترهق شويه. في النوع التاني اللي انا ما استحملتش اجيبه، ده اللي هو بيسموه جلد التعبان. بصراحه انا لما قربت منه شميت ريحه غاز اصلا، هم قالوا ان ريحته نفاذه شويه، فانا قلت لا مش هجازف تبهدل لي ريحه المكان، ومش هيبقى منظر حلو بصراحه، ما بيبقاش حلو. هم اصلا مانعين عندي في الاوتيل انك تروح بالدوريان والحاجات دي، عشان حرفيا تنفخ المكان ريحه. وهنا مش قصدي شتيمه، قصدي حرفيا ان الريحه نفسها بتسبريد وبتبقى حاجه زباله بصراحه. وريحه الغاز هنا بتبقى قويه قوي، هو بيبقى ريحه كانه غاز على فلت على ساعات حاجه بايظه، بس مش قوي يعني انا ساعات كان الناس بيقولوا حاجه ميته، لا بصراحه هم اللي راحوا لدوريانا بايظه ومش مش جديده، فشموا الروايح دي. بس انا ما بحسهاش، لا مش بحسها حاجه ميته، هي شبه الغاز، ريحه الغاز لما تكون قويه وشبه مع مرجت بقى مع ايه، ساعات فلت، نوع من الفلت نظيف، مش فلت وحش. هو الاتنين وحش، بس انا بقول لك بحاول اقرب لك اقدر ما اقدر، على قد ما اقدر قدر الامكان. شايفين هناك في المحل اللي قدامي ده، انا مش عارف بس اعدي، فانا هحاول اقرب لكم. شايفين حاجات معايا فمش عارف اتحرك كويس. شايفين الحاجات دي هنا؟ هتلاقي المراوح دي بيستخدموها هنا كتير جدا في اسيا. انا عايز اقول لكم هنا الرطوبه هي المشكله، شايف مفيش هنا شمس، هتحس انك برضو داخل في فرن. ليه ما تعرفش. انا ممكن امشي شويه كده لحد المكان اللي انا هعدي منه، بعد كده نعدي. هما بصراحة هنا الشوارع هنا بتهتم بالمواصلات، بتهتم بالقوانين، فهتلاقيهم وقفوا على طول اول ما الاشارة تعمل معاهم وقف. بس الاشارة بتبقى هنا او هنا، فانا بقرب من الاشارة على قد ما اقدر بحيث اريح دماغي واعدي على طول الراجل هنا عايز يركن، عايزين بس احنا نعدي الدنيا ونشوف، عشان انا عايز اخلص. بدأت اتعب، انا بقالي هنا بكلمكم بقالي شوية دقيقتين كده واقف هنا بس. وهنا اهو هتلاقي الناحية التانية بيبيع السوشي وحركات، بس الصراحة في ناس كتير حذروا من الاكل السوشي والحاجات دي، عشان بيعملوها نية وممكن تعمل لك تسمم. فانا مش هقرب، مع اني بحب السوشي كله، بس انا مش هجازف باي حاجة وانا لوحدي في بلد غريبة، اللي انا اكل حاجة نية توجع لي بطني، ولا بمشيها سليم ايه يا جماعة؟ في مفيش اشارة النهاردة، ولا في اول مرة يفضلوا واقفين يفضلوا يمروا وقفوا هنا اهو. طب تعالى نعدي الحتة الصغيرة دي ونعدي، عشان انا مش بطمن لهم. هنا احسن، بس مش احسن قوي مش عادي، عامله كأنه واحد عادي ممكن يخبطك، فخلي بالك من الحتة دي عشان ما تندمش. وهنا اصلا ساعات بقول لكم عموما الاسيويين هاديين بزيادة، فدي ساعات احنا حماويين شويه، احنا كشرق اوسط. هم عندهم هنا برضو كده، بس مش زينا فاهمين؟ انتوا فاهمين اكيد. الاحساس بتاعنا فيه ايموشن زياده، فبنستحملش حد يكون بارد بس انت هنا بتيجي بصراحه بتتعدل بقى، بتلاقي الشارع كله هادي، فانت مش بتمشي انت اللي قاعد تعمل كلاكسات. هنا اصلا الكلاكس بيعملوها للكبير القوي، لما يكون الموقف وحش وهيخبط فيه ولا حاجة يعمل له كلاكس. غير كده اهو دي ماشية على بعد سنتي مني، بس انتوا ما شفتوهاش، ما عملتش اي صوت، حتى انا ما كنتش مش سامعها، وهي فاكراني تقريبا سامعها وانا مش سامعها، بس عادي. فانا عايز افهمكم هنا بيكونوا هادين. احنا كده خلاص هنرجع كده جولة سريعة في اسواق. على فكرة السوق اللي هناك ده يعتبر اكبر تقريبا، ده جنبيه اكبر سوق سمك. ممكن نروحوا مرة تانية. هنا تقريبا نفس اسماكنا، بس في زيادات عليها الصراحة. ثانيا هتلاقي هنا البلطي لونه محمر، مش اللون الرصاصي اللي احنا متعودين عليه.
قول لي عندكم بلطي اسمها ايه؟ مش عارف انتوا فهمتوا يعني ايه بلطي ولا لا، بس سمكه معروفه قوي في الميه عندنا في مصر. فشوفوا انتوا بتسموها ايه. بس احنا كده خلصنا الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. سلام. رجعت اهو، وحسيت ان نوت ميك سنس اللي احنا ما نجربش حاجات اللي اشتريناها دي. فهجرب معاكم كده حاجه بسرعه ونشوف ايه نظامها. طبعا انا قبل ما افتح خدت قطمه، عشان انا جربت معاكم ده المره اللي فاتت فخدت قطمه منه. ده عباره عن بيض معمول تقريبا، انا مش عارف ده عامل زي ايه، مش عارف عامل زي ايه. بصوا هنا بيض وجواه حاجه كده باودر كده، هل ده دقيق او نشا حاجه بسيطه ولا ايه معرفش. وهنا هو المفروض ده بالفراخ، هم حاطين تقريبا بطاطس، وهنا دي تقريبا بطاطس وجواها بقى فراخ. فانا كده جربت دي معاكم. تعالوا نجرب دي. انا اظن دي بيعملوها جواها سمك. حلو. عامل جواها شعرية مع بصل. دي شعرية، دي شعرية بيضة مع شوربة كده بيعملوها مع التوم. دقتها في الاندومي وبيعملوها مع الفراخ. الشوربة دي بيعملوها مع الفراخ، بيعملوا فيها توم، بيعملوها مع السمك تقريبا. الصراحة الولد ده احسن من اللي فات. في ايه بقى؟ مع ان التاني محل كبير، ده زيته اقل. مش عارف هو عشان حطه فالزيت قل ولا ايه القصة، معرفش. طبعا انا هنا متعايش مع التوست، مفيش هنا عيش غير بعيد لسه هروح له كتير، وعرب هما اللي بيعملوه، فالحكاية حوار. يعني انت مخصوص رايح لعرب هما اللي بيعملوه، فبيبقى هما بس اللي مختصين بيه، فانت بتروح لهم مخصوص. مش هنا مثلا خدوا مثلا الثقافة فبقى هما اللي بيعملوه. فانت ممكن تلاقي لا عرب بس اللي بيعملوه، فانت لازم تروح للحتت اللي فيها المصنع ده او المخبز ده. العنب ده كبير يا جماعة. شوفوا العنب قد ايه. احنا العنب بتاعنا اصغر. في عنب عندنا حجمه بقى كده شوية، بس كمان انا متأكد لان انا شفت في واحد اخضر بقى حجمه بيكون قد كده، بيبقى كورة كأنه خوخة. طبعا انا لازم اغسل الحاجات دي، بس انا هوريكم الاول الحاجات نفتحها مع بعض. الحاجة اللي بقشرة هاكلها على طول لان القشرة حامياها، اما العنب لا لازم اغسله. ده اهم حاجة، ربنا يستر وما يبقاش بريحة جوه. مرضتش اجيب جلد التعبان ده بسبب الحتة دي نفسها. تعالوا نحط الطبق ده هنا او الكيس ده يعني ناكل. و المشكلة مش عندي هنا سكينة. اوبس، انا اول ما فتحت طلع لون احمر كده، فهو غلط ان انا اقشرها. المفروض يبقى في سكينة. هجيب معلقة، بس المشكلة معلقة بلاستيك. المشكلة انا جالي حالة نفسية من ساعة ما جيت من فيتنام، لان انا كنت جبت حاجات هناك كتير وسبتها كلها، فانا دماغي ما جابش اللي انا هنا هقعد اكتر، فالمفروض الحاجات دي كنت اجيبها هنا. شوفوا بدأ فعلا يطلع زي ما اتقال ان جواها بيكون كأنه فصوص توم، حرفيا كأنه فص توم. هوريكم دلوقتي، بس يا ترى طعمه عامل ازاي بقى. ثانية نفتحه اكتر 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 اكتر. كأنه حرفيا تومة جوه. شوفوا تومة بفصوصها. ناخد فص منهم. عايز اوريكم ان هو حرفيا كأنه توم، مش مفيش، ما تخطئش في شكل التومة دي، شكلها تومة حرفيا. ايه ده، طعمها حلو. عاملة زي الرمان بس من غير بذر.
ايوه رمان من غير بذر، او انا حاسس كده، بس رمان مسكر، وساعات كده راحت على طعم حاجة تانية خالص بس انا مش عارف هي ايه. ولا متذكره اقرب حاجة ليه رمان، رمان قوي يعني، ممكن يروح على، مش هقول فراولة بصراحة، سواء في نكهة كده بتيجي في النص، انا مش عارف دي بقى اكبرهم، دي تحسها حبة كبيرة وتقريبا دي ببذرة. وبتلاقي حاجة جواه هلامية بيضة، شايفين هلامي ابيض كده، هو ده اللي بيكون مختزن جواه الطعم. كما توقعت جواه بذرة. البذرة كأنها بتاع مشمش أو خوخ، حاسب مشمش أو خوخ اللي عارفينها يعني. وهاخد آخر واحدة دي، هي تقريبا يعني القشرة بتاعتها كبيرة مش صغيرة، سميكة، شبه الرمان، حاسسها شبه الرمان حتى القشرة بتاعتها، بس هي لونها بقى مغمق كده ورايحة على خشبي شوية، بس هي طعم الرمان شوية. طبعا البطيخ مش هجربه معاكم، انتوا عارفين طعم البطيخ. احنا عايزين نجرب برضو اخر حاجة دي بقى ايه اللي هي، انا مش فاكر للاسف، قاعد بجيبه خلاص. اللي هي دي تحسها طالعة من انيميشن لوفي وان بيس. دي بقى بتتفتح ازاي يا الهي؟ المفروض اغسلها عشان انا هعض فيها تقريبا، مش عارف، بس حتى الشعر مش عارف. اهي فتحت، ايه ده؟ حرفيا كأنه شوفوا مفتاح، كأنه كيس مية. شبه ايه بقى دي؟ كأنه اهو، شوف اهو مفتاحها، شكلها كأنها حبار كأنها بلاستيك لامع كده. عايز اوريكم الشكل، ايوه شايفين التكتشر كأنه بلاستيك لامع كده، شفاف شوية بس هو مش شفاف قوي. ريحة لأول لحظة، عارفين ريحة شعر الذرة، بس مش او اي فاكهة انت شلت قشرها بيبقى الريحة دي. لأول وهلة بتحسه جميز، بس احسن من الجميز كتير، وفي نفس الوقت قلب على عنب. في الاول جميز وبعد كده قلب على عنب. دي احسن اوصاف هتشوفها في النت عن الفواكه دي. انا بقول لك اهو عشان انا عملت سيرش طويل، كل واحد يخترع بحاجة، فانا جبت حاجات احنا عارفينها. طبعا هو غريب، اما باجي افتحه ساعات بيلزق فيه القشرة بتاع البذرة. شوفوا البذرة مع انها في وسط مية حرفيا ناشفة جدا، جافة جدا، ما تحسش ان كانت في وسط مية من شوية. شوف ما بتلمعش حتى، مفيش خالص، كأنها مش وسط مية، حاجة غريبة. عشان كده يمكن هم عبارة عن قشرتين، في قشرة كأنها فول سوداني، شايفين دي هي اللي بتلمس المية، فاللي جوه دي ما بيبقاش عليها اي نوع من انواع البلل. تحفة، اختراع يا جماعة. الحاجات دي ازاي انا ما جربتهاش من ساعتها؟ ايه الهبل ده؟ انا علقت عند الفراخ والرز واللحمة والحاجات اللي انا عارفها، وحرمت لنفسي ان انا اجرب الحاجات دي. أنا دلوقتي بدأت احس بالجلد اللي انا ما جبتش العصير الغريب اللي كان لونه بامبا ده. بس احنا يعني برضو خلي بالكم بائع جائلين شويه، هو مش بائع جائل، هم هنا كلهم نظام عربيات يعني. انا وريتكم كذا مره كمان وانا رايح عند قصر السلطان ده اللي هو كان بتاع بريطاني، تقريبا هاكلها كده واطلعها بقى عادي.
في عربيات كرفانات وبيقفوا يحطوا اكلهم ويبيعوا. حاجه قمه في البروفيشنال يعني، ما فيهاش اي نوع من انواع البائع جائل او الفكره بتاعته دي الى حد كبير. مش عارف اعمل ايه الصراحه في حكايه القشر ده، بس حرفيا عامل زي قشر فول سوداني، فعادي باكله. مش مسكر قوي بس تحفه يعني، مظبوط، فاهمين؟ وجبت ايه نص كيلو كامل ملالي اقعد اتسلى فيهم 200 سنه. فجربنا ده. انا ممكن لو انتوا معايا، بس انا لسه هعمل سيرش كده ثانيه وانتوا معايا كده. سوري يا جماعه، قفل لمده ثواني كده. كنت لازم اجيب الاسماء بتاع الحاجات دي عشان اللي عايز، ما ينفعش ما اقولش اسمائهم، اللي عايز يدور عليهم هو ممكن يكون في ماليزيا ولا في اسيا ولا في اي حته يعرف يروح لهم. ففي السريع كده ده اسمها الرامبوتان. رامبوتان بتلاقيها لونها احمر كده، بينك، هي دي كمان اظن عايزه تتغسل شويه عشان يظهر لونها. هو هنا لونها شويه، وبتلاقيها من بره كده الشعر بتاعها لونه اخضر رايح على بامبا الاخضر. وزي ما قلت لكم من جوه، ادي فتحتها بسرعه اول مره بدات خلاص ابقى بروفيشنال. بتلاقيها كانها حرفيا طالعه من وان بيس. شوفها هي طلعت، اخدها ومن جوه عامله زي، عارفين قشر الرمان اللي جوه اللي على البتاع، بس هي كانها حامياها. وهنا مش عارف عشان اخدت حته من البذره. البذره خفيفه بتاعتها ومقرمشه، مش عارف بياكلوها ولا لا، بس جت غصب عني. انا عايز اوريكم التكتشر بتاعها على قد ما اقدر. هطلع من البتاع. شايفين التكتشر؟ عايز اوريهولكم. يا ترى هيجيب عليه فوكس؟ بتحسوا اهو بان هنا شويه شفاف، وفي نفس الوقت مبيض كأنه اخطبوط كده. وهنا كأنها عنبة من غير قشرتها بس على كبير. دي بقى اسمها المانجوستين. مانجوستين. تحسها عاملة زي الجميزة من بره كده، بس هي تحسها كأنها خشبية بس هي مش خشبية، عاملة زي الرمان حرفيا بس بلون غامق. نفس كل حاجة فيه، حتى قشرتها مش سهلة قوي بس مش صعبة برضو. اهي اول ما بعملها بتحسسني بايه، عايز اقول لكم بتكون خفيفة مش زي الرمان الصراحة. ومن جوه بتلاقيها بامبا كده. وبعد ما انت تشيل تقطع كمان الحتة دي، يعني انا قطعت كمان الحتة دي، يبدأ يظهر لك شكل كأنها تومة من جوه، بس ابعد ما يكون عن التوم طبعا. يفتح هوب 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 بام بام. شوفوا شكلها تومة حرفيا، بس هي طعمها مش توم خالص، هي طعمها زي ما انا قلت لكم من شويه اهي. بصوا تومة. هطلعها كلها كده، هي بتبدأ تدوب اصلا، هي كأنها قشطة. عنب، هي فيها لزعان حاجة بسيطة خالص، كل واحدة طبعا بتختلف. ارجعوا لأول فيديو، انا مش فاكر شرحت لكم طعمها بالظبط ازاي، بس طعمها حلو. وإلى منت كده نكون خلصنا الفيديو. اللعب انتوا عارفينه البطيخ،
اشوفكم في فيديو جديد، واشوفكم فيديو جديد. سلام.